يا اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده ان شاء الله بناء على اسئلتكم او تعليقاتكم، عروسه جديده عايزه تعرف ازاي تقسم الميزانيه، وازاي تقدر ان هي تحوش من الميزانيه، وازاي ان هي تقدر تمشي الدنيا. بتقولي انا جوزي بيديني الفلوس كلها على بعضها، ايجار وميه وكهرباء وغاز ومصاريف واكل وشرب وعلاج، كله كله كله. فانا مش عارفه امشي الدنيا، فانا اعمل ايه؟ بصي يا حبيبه قلبي، هقولك على خطوات لو عملتيها هتعملي كل اللي نفسك فيه، واحتمال توفري فلوس كمان. ماشي؟ ان شاء الله الفيديو يعجبك النهارده، وان شاء الله على قد ما اقدر كده اقدر افيدك ان شاء الله انت وكل ايه العرايس الجداد. عندنا ايه يا اميره نمشي عليه عشان نقدر ان احنا نسد كل البنود دي، وفي نفس الوقت نقدر نحوش؟ بصي يا حبيبه قلبي، اول حاجه المبلغ اللي انت هتاخديه هتطلعي منه صدقه، 10 20 100 ما نقص مالا من صدقه. طلعي صدقه. خلاص طلعت الصدقه يا اميره، ماشي. تعالي بقى بعد الصدقه، تحديد بند، تكتبي كده في ورقه تحديد الميزانيه. انا باخد 5000 جنيه، عندي 1500 ايجار او 2000، عندي الفواتير بتدخل لها في 1000 جنيه، عندي مثلا 500 بسيبهم طوارئ، علاج، كشف مفاجئ، زيارة لحد مفاجئ، عزومة، مش عارفة ايه. في كام بند كده بتقسميهم من الميزانية، فانتي بتحددي الميزانية، وفي الاخر بتشوفي ايه متطلباتك للاكل والشرب، وتحددي لهم برضو ايه ميزانية. يعني مثلا انتي هيكفيكي ب1500 اكل وشرب ليك انتي وجوزك في الشهر، 2000 بعد لما طلعتي كل الاساسيات المهمة. فلوس دروس لو انتي مثلا واحدة متجوزة وعندك دروس للأولاد، الفواتير، الإيجار. وبعد كده يا ست الكل تعالي على بند الأكل والشرب، أو بند الميزانية بتاعة الأكل والشرب. تبقى أول حاجة طلع الصدقة، تاني حاجة تحديد الميزانية، تالت حاجة برضو هي زي التانية تحديد الالتزامات الشهرية. يعني ايه؟ انا واحدة احدد الالتزامات الشهرية في ايه؟ الكهرباء والغاز والمية وفواتير النت مثلا، وبند الطوارئ والكلام ده كله انا محدداه. وعندي برضو حاجات تانية برضو اساسية في ميزانية الاكل والشرب. يعني مثلا لو باخد شهريا ميزانية اللحوم دي شهرية احددها، ايا يكن 500 1000 اللي يكفيكي. عندنا ايه تاني؟ بند البقوليات برضو ده شهرية، اللي هو الخزين، الرز والمكرونة والعدس اي بقوليات من عند العطار. ماشي؟ البند اللي بعد كده تقسيم الاكلات، اعمل جدول شهريا او خليها اسبوعيا، اقسم الجدول ده اشوف انا هطبخ فيه ايه. يعني انا اقعد مع نفسي كده اقول مثلا انا هطبخ النهارده كشري، بعده مثلا هعمل لحمه، بعده هعمل محشي، بعده هعمل مكرونه بشاميل، بعده هعمل لمده 7 ايام. بس خلي عشان تقدري توفري، خلي في كل اسبوع 3 ايام اكل شعبي او اكل من بدون لحوم، عشان تقدري توفري وتقدري تمشي دنيتك. يعني ازاي؟ مره مكرونه بالصلصه، جنبها بيض مسلوق وطبق بطاطس محمر، او كشري اصفر وجنبه بطاطس مسلوقه محمره، وجنبه بتنجان مخلل وشويه جرجير وشويه سلطه. رضا. يوم عدس، يوم كشري مصري، يوم بواقي اكل التلاجة. فانت لو عملتي كده هتلاقي نفسك بتوفري كتير جدا. ماشي؟
طيب هنعمل ايه تاني؟ قلنا منيو الاكلات اللي في الاسبوع. عندك هتجردي محتويات البيت. ازاي يا اميره؟ يعني انا بنزل هاخد مثلا، انا عملت بند اللحوم وبند الخزين وبند المنظفات وبند كل بند انا عامله له مبلغ محدد هجيب بيه الحاجه دي. حاجه على بند الخضار، وبلاش ان انت تنزلي كل يوم لمحل الخضار اللي قدامك، تاخدي مواصله لو هو بعيد عنك شويه، او تنزلي السوق كل يوم بمواصله ب20 جنيه ب30 جنيه على حسب. انت كده بتهلكي في الميزانيه وبتهلكي مواصلات، والبنزين غلي والاسعار غليت. فانت اعملي يوم ان انت تشتري في الخضار. اليوم ده يكون يا اما اسبوعيا، يا كل 15 يوم، يا كل 10 ايام، على حسب انت هتستهلكي ايه. ماشي يا حبيبه قلبي؟ فانت هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الميزانيه بتاعتك، شوفي دنيتك كلها ايه، وتعملي بند الخضار ده. يعني انا مثلا فردين، بطلع مثلا 600 جنيه للسوق، ده خضار. باخد في كل سوق 150 جنيه. اجيب الخضار الاساسيات، بطاطس، طماطم، فلفل، بصل، بتاع ده، قولي معايا بتنجان، نوع فاكهة. وانا عندي اللحوم وعندي الخزين. فانت هتعملي ايه؟ جرد المحتويات. يعني انا مثلا عندي في التلاجة ربع كيلو فلفل، ما اروحش اجيب تاني من السوق وانا عندي في التلاجة. اللي في التلاجة هرميه وهيبوظ وهيتبل. فانا اخلص اللي عندي، وقبل ما انزل السوق او انزل اشتري الاساسيات حتى اللحوم، او انزل اشتري البقوليات اللي هي الخزين، انا ابص على الحاجه الاول. لو لقيت فيه منها موجود، يعني يمشيني الاسبوع ده او يمشيني الفتره دي، بلاش منها خالص. اخد فلوسها دي واحطها في حصاله، او اخد فلوسها دي واحوشها ادخل بيها جمعيه. مش تستقلي بالكلام اللي انا بقوله، ومش تستهوني بيه. والله لو جنيه واحد هتوفريه في حصاله وتحطيها لاخر السنه، هتلاقي نفسك عامله مبلغ محترم. خلاص يا حبيبه قلبي؟ فان شاء الله دي ان شاء الله يعني خطوات كده، انت لو مشيتي عليها باذن واحد احد هتعملي احلى ميزانيه، هتوفري بطريقه يعني كبيره جدا. وعندك فيديوهات في القناه للتوفير في حاجات. انت بقى بعد بس ما تعملي ميزانيتك كده اول شهر وتاني شهر لحد ما تظبطي ايدك، الدنيا بتاعتك تبقى تمام، خشي بقى على فيديوهات التحويش والتوفير. شوفي بقى انت كمان هتوفري قد ايه من الايه، من الميزانيه دي. يا رب اكون قدرت اساعدك، ويا رب الفيديو يعجبك. وان شاء الله اي حد محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات، او يسيب لي كومنت، او يعني انا بقرا كل التعليقات. وشكرا من قلبي، شكرا شكرا على كل الناس الجديده اللي دخلت القناه. ربنا يخليكم لي يا رب، ويخلي لي متابعيني القدام والجداد، وربنا يزيدكم ويبارك فيكم يا رب. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. واي حد محتاج ميزانيه، محتاج اي حاجه تخص اي حاجه، انا موجوده. وان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله نتكلم بقى عن شويه مشاريع لستات البيوت اللي نفسها تشتغل وما بتخرجش، اللي عايزه تزود الدخل، الكلام ده كله. لان جاي لي تعليقات كتيره على الموضوع ده. ازاي يا اميره انا مثلا اعمل كام يعني ازود دخلي؟ انا كنت في فيديو ما شاء الله جايب 85,000 مشاهده. اتكلمت على شويه مشاريع تعمليها وانتي في البيت، وازاي انا عملت القناه دي، وازاي ربنا كرمني. فان شاء الله باذن الله في مشاريع ياما برضو لسه هنتكلم فيها، ومشاريع كلها سهله وبرأس مال بسيط خالص. تقدري ان شاء الله ان شاء الله تعملي كل اللي نفسك فيه وانتي قاعده في بيتك. ماشي؟ ان شاء الله ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. ربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. واللي محتاج حاجه زي ما قلت يكتب لي ميزانيه، اي حاجه اي حاجه انتوا عايزين تستفسروا عليها بنسبه التوفير، تحويش، ميزانيات، خطط، مشاريع، ان شاء الله مع بعض. خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله.